بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنقدم فيها جاتو شاتو، وهنعمله بالكريم كراميل. هنعمل جاتو شاتو بالكريم كراميل بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات مفيش اسهل من كده. هيطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انتي شايفاه ده. ممكن تقدميه في لو عندك عيد ميلاد او حاجه، بيطلع شكله حلو وشيك. وكمان ممكن تقدميه للاطفال، بيفرح الاطفال. مكونات سهله وبسيطه خالص، هتلاقيها موجوده عندك في اي مطبخ. هنعمل جاتو شاتو، يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هجيب عندي الدرق بتاعي، وممكن طبعا نستخدم الخلاط. هحط فيه كوبايه من، انا هستخدم هنا الهاند بلندر، وانت ممكن تستخدمي الخلاط عادي. كوبايه من السكر، عليها كوبايه من اللبن الحليب، عليها كوبايه من الزيت. ويفضل ان الزيت بتاعك يكون نوعيته كويسه عشان ما يغيرش طعم الكيك معايا. وطبعا لو ما عندكيش هاند بلندر هتستخدمي الخلاط. وهنضيف هنا عندي كريم كراميل بنشتريه جاهز كده. العبوات الجاهزة دي بيكون فيها 2 باكيت، واحد فيه الكراميل وواحد فيه البودر. هناخد البودر ده، والكريم كراميل ده مش هنرميه، هنركنه على جنب. صوص الكراميل ده هقولك هنعمل بيه ايه في الاخر. وهضيف الباكيت كله من الكريم كراميل. يبقى حطيت كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، باكو من الكريم كراميل. واخد كل المكونات دي اضربها مع بعض كويس جدا لحد ما تتقل معايا. وطبعا لو ما عندكيش هاند بلندر هتستخدمي الخلاط عادي خالص. ونضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما تنعم معايا، والخليط ده يبدأ يتقل ولونه يصفر زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بنضربه من 3 ل 4 دقايق، سواء كان بالهاند بلندر او في الخلاط. بعد كده بقى خلاص انا خلصت، القوام بتاعي ربط وبقى تقيل كده، اشبه بالمهلبية شوية. هاخد بقى الخليط بتاعي ده، هاخد منه كوبايه. الكوبايه المعياريه اللي انا كنت شغاله بيها دي هاخد منه كوبايه. وباقي الخليط هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. الكوبايه اللي احنا اخدناها مع بعض دي هنركنها مع بعض، ونكمل بقيه الوصفه. هنحتاجها تاني هقولك هنعمل بقى ايه. بعد كده بقى هجيب عندي 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة، عشان يطلع معاك الكيك هش وجميل. وطالما في بيض يبقى نحط معلقة من الخل بتقضي على أي زفرة موجودة في البيض، وكمان معلقة من الفانيليا. يبقى باقي المكونات اللي فضلت معايا دي حطيت عليها بيضتين ورشة من الفانيليا ومعلقة من الخل. ونرجع نضرب تاني كل المكونات دي مع بعض لحد ما تنعم معايا، والقوام بتاعها يربط زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي مع بعض. هنا خلاص انا ضربت كل المكونات مع بعض. نحضر بقى المكونات الجافة. عندي بولة هحط فيها كوباية من الدقيق، كوباية واحدة من الدقيق بنفس الكوباية المعيارية اللي احنا كنا شغالين بيها. وننخلها كويس جدا، وممكن ننخلها مرة واتنين وتلاتة عشان تطلع معاك الكيك شبه الجاتو كده، يكون هش وجميل. فانا هنا هنخل كل كوباية الدقيق، وهنضيف عليها كمان معلقة واحدة بس كبيرة من البيكنج باودر. ادي معلقة كده من البيكنج باودر، وننخلها هي كمان عشان يطلع معانا هش. وممكن تحطي ذرة من الملح. ودي المكونات الجافة. نجيب بقى المكونات السائلة اللي احنا ضربناها مع بعض، وضفنا عليها البيضتين. ونحط المكونات دي جافة على المكونات السائلة. وفي الوقت ده بكون انا بقى مجهزة الصينية بتاعتي ومولعة الفرن على درجة حرارة 180. ابدأ بقى ان انا اضرب المكونات دي من فوق لتحت كده بالمضرب العادي بتاعنا. ميفضلش طبعا ان انت تضربيها بالهاند بلندر، نستخدم من ايدينا بالمضرب عادي. واقلب كل المكونات دي لحد ما يمتزج معايا الخليط، ويطلع قوامه زي ما انت شايفة معايا كده. قوامه جميل جدا، اشبه بقوام الكيك واخف من قوام الكيك سنة واحدة بس. بعد كده هجيب عندي الصينية بتاعتي. طبعا ممكن تستخدمي اي صينية ألمونيا بايركس، اي صينية موجودة عندك. وهنبدأ، والفرن طبعا والي على درجة حرارة 180. ونصب كل الخليط بتاعنا ونسويه وندخله الفرن. ما تنسيش بقى لو انت اول مره بتشوفيني ولسه ما اشتركتيش معايا في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. هتنزلي تحت على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر وهتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. كده خلاص انا دخلت الصينيه بتاعه الفرن. نعمل بقى الصوص اللي هنحطه على الوش. عندي تلت كوبايه من كريم شانتيه، عليها تلت كوبايه من اللبن، وممكن تستبدلي اللبن ده بميه. وهنا حطيت مكعبين من التلج لان كان اللبن بتاعي دافي مش ساقع. وهنا في خطوه ما تصورش، هنحط سكر لان السكر بودر، لان الكريم شانتيه بتاعي غير محلى. طب لو الكريم شانتيه بتاعك محلى ما تضيفيش سكر. ونضرب كل المكونات دي مع بعض
لحد ما تكون الكريمة بتاعتي وتربط. ممكن تستخدمي ربع كوباية، ممكن تستخدمي معلقتين، تلت كوباية، نص كوباية، بس انا خليتني في الوسط واستخدمت تلت كوباية بتديكي طعم حلو. هنجيب بقى الكوباية اللي احنا كنا راكنينها مع بعض من الخليط اللي احنا عاملينه في الاول، ونضيفها على الكريم شانتيه والكريمة اللي احنا ضربناها دي، ونخلطهم كويس جدا مع بعض لحد الخليط بتاعي ما يمتزج ويكون شبيه بصوص الجبنة البيضة كده، الصوص الابيض بتاع الجبنة كده، بيكون صوص حلو ممكن يستخدموه في كيكات كتير. هنا خلاص هركنه بقى على جنب. الكيكه بتاعتي طلعت من الفرن زي ما احنا شايفين، طالعه معايا، خدت تقريبا ساعه الا ربع، هشه وجميله جدا وقوامها ممتاز. في خطوه بقى احنا هنعملها بعد كده، ممكن ان انت تستغني عن الخطوه دي، ان احنا هنقلب الكيك ده، هنجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان يكون السطح بتاع الكيك بتاعي املس وناعم، وهو طبعا طالع مساوي كل حاجه، بس الخطوه دي اختياري، لو انت حابه تستغني عن الخطوه دي براحتك. انا بصراحه بحب اقلبها طالما هزين وش الكيك عشان السطح من تحت بيكون مساوي اكتر. وهنقلب بقى الكيك بتاعنا كده وممكن نشربها، بس انا الكيكه بتاعتي طالعه هشه خالص، فعشان كده مش هشربها لا شربات حلويات ولا لبن. ونجيب بقى الخليط اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي كان فيه الكريم شانتيه على الكوبايه اللي احنا كنا شايلينها من الاول، ونفرده كده ونسويه على الكيك بتاعنا. كيكه الجاتو شاتو ده كيكه سهله وسريعه خالص، والاطفال كلهم بيحبوها. وزي ما قلت لك ممكن لو عندك اي مناسبه، عيد ميلاد، عندك حفله، اي حاجه، ممكن تعملي كمان كميه وتضاعفيها، بيطلع شكله حلو وافضل ما تشتري جاتو من بره. وطبعا عملناه كل الكميه دي مع بعض بكوبايه واحده بس من الدقيق. ادخلها التلاجة بقى لحد ما تتماسك معايا شويه كده. ونجيب بقى صوص الكراميل اللي احنا كنا شايلينه على جنب، عشان قلتلك ما احنا هنستخدمه في الاخر، ونخطط بيه وش الكريمه بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. وطبعا كل ما الخطوط بتكون ضيقه بتديكي شكل احسن، بس انا وسعت في الاول وبعد كده هضيق عشان اضمن ان كل الكيك يتوزع عليه كراميل. توزعي الاول على الواسع، وبعد كده لو فضل معاكي شويه ممكن توزعيهم على الضيق زي ما انا شغاله كده. وبعد كده بقى بنخططها عادي خالص زي ما بنخطط اي وش كريمه كده، بحرف سكينه، باي عصايه خشب كده زي ما انا عملت، وندخلها التلاجة نص ساعه تتماسك معانا، تاكلي احلى جاتو شاتو. وبكده حبايبي خلاص تكون الوصفه بتاعتنا النهارده خلاص خلصت على كده. انا هدخلها بقى التلاجة، وبعد كده بقى نطلعها نقطعها مع بعض. وكل ما بتسيبيها في التلاجة يوم اكتر كمان بتبيتيها تاني يوم بتديكي طعم احلى. عملنا وصفة النهاردة من كوباية دقيق واحدة بس وبيضتين، بطريقة سهلة وبسيطة خالص. ما تنسينيش بقى بالاشتراك في القناة، وتشيري لي الفيديو لو عجبك الفيديو بتاعي وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه. هتنزلي تحت على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر وتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. وده شكل الجاتو بتاعنا خلاص بعد ما طلع من التلاجة، طلع معايا هشة وجميلة جدا. وطبعا كل ما بنحطها في التلاجة بيتماسك وشها اكتر واكتر. بس يا حبايبي كده الوصفة بتاعتنا تكون خلاص خلصت، وانا هنا كده بقى هدخلها التلاجة. اتمنى ان انا في نهاية الفيديو اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. متنسونيش باللايك والشير. مع السلامة.